مسلسل أزمة منتصف العمر. شهد مسلسل أزمة منتصف العمر الحلقة السادسة عددا من المفاجآت، حيث تتوتر علاقة مريم وعمر بعد اكتشافها أنه لم يخبرها بأمر زيجته السابقة. وبالرغم من أن مريم تذهب في محاولة منها للتحدث مع عمر وفهم ما بدر منه، تجده يتحدث مع هايدي بحميمية أثناء مؤتمر طبي يحضرانه سويا، فتشاجر مريم معه أمام الجميع فيطلقها. في الوقت ذاته تقوم فرح بالإخبار فيروز بأمر زواج زوجها من أخرى. وخلال مسلسل أزمة منتصف العمر تذهب فيروز لمواجهة عزت فاش الزوجية الجديد، وهناك تكتشف أن الزوجة الجديدة هي ياسمين صديقة ابنتها، وتذهب إلى عمر لمواجهته في غرفة الفندق الذي يمكث به. وهناك يخبرها عمر عن فيروز حماته أنه طلق ابنتها مريم لأنه يحبها هي. لتختتم مسلسل أزمة منتصف العمر أحداثها بمفاجآت مدوية. وفيما يخص عدد حلقات مسلسل أزمة منتصف العمر، فإن منصة شاهد VIP قد كشفت أن عدد حلقات المسلسل يبلغ 15 حلقة، وهذه هي المعلومة المتاحة حول عدد حلقات مسلسل أزمة منتصف العمر. والمسلسل بطولة كريم فهمي وريهام عبد الغفور وعمر السعيد ورنا رئيس، وإخراج كريم العدل وتأليف أحمد عادل، معالجة درامية كريم فهمي وكريم العدل. بعد أن تتزوج فيروز رجل أكبر منها سنا، تقع في حب زوج ابنتها وتتسبب علاقتهما السرية بمشاكل كثيرة لها. وحالة من الجدل خلقها صناع مسلسل أزمة منتصف العمر من بطولة كريم فهمي وريهام عبد الغفور، تدور حول وقوع شاب في حب حماته التي تبدو أصغر بكثير من كونها حماة لزواجها مبكرا. الفكرة تقاربت مع فكرة المسلسل التركي الشهير العشق الممنوع الذي يقع فيه بطل مسلسل في غرام زوجة عمه. المسلسل من فكرة أيمن سليم وتأليف أحمد عادل سلطان، ويحكي عن فيروز ريهام عبد الغفور التي تتزوج من رجل أكبر منها سنا وتقع في حب زوج ابنته وتتسبب علاقتهما. ويقول أيمن سليم صاحب فكرة المسلسل في بيان صحفي له أن المسلسل فكرته جديدة على الدراما العربية ولم يتم مناقشتها من قبل. فالأول مرة تشاهد أزمة منتصف العمر تحدث لسيدة تزوجت رجل أكبر منها في السن بفارق كبير، ويناقش العمل الضغوط النفسية التي تحدث في تلك الحالات والعواقب المترتبة على ذلك. وتبدأ أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر بزواج رنا رئيس من كريم فهمي التي تصغره كثيرا، ومع مرور أحداث المسلسل تكتشف تعدد العلاقات النسائية للزوج الذي يعمل طبيب أسنان، وهي المهنة الحقيقية لكريم فهمي الذي يعمل طبيب أسنان بجانب عمله في التمثيل. ويبدو من الحلقات الأولى أن هناك ماضيا يطارد الطبيب والذي سيقع في غرام والدة زوجته فيطلق الزوجة لتتعقد الأحداث. يحب عمر السيد رنا رئيس ابنة خالته ويسعى لإفساد زواجه من كريم فهمي، وذلك بإفساد حفل عيد ميلادها بمساعدة ركين سعد زوجة أبيها، وهند عبد الحليم سلمى التي تظهر للجميع وتكشف عن زواجها من كريم فهمي. وبناء على الأزمة التي حدثت بين كريم فهمي ورنا رئيس قام بتطليقها، فيما اكتشفت ريهام عبد الغفور زواج زوجها من صديقة ابنته وطلبت الطلاق بعد ذهاب ريهام عبد الغفور لكريم فهمي لتستقر منه عن سبب طلاقها لابنته، واعترف الأخير لها بحبه. وبهذا تنتهي الحلقات التي طرحتها شاهد من المسلسل لترتفع نسب ترقب الجمهور له في الحلقات المقبلة. فكرة المسلسل شبيهة بمسلسل العشق الممنوع الذي يروي جوانب معقدة من العلاقات الاجتماعية والزوجية، ويحكي قصة سمر التي تتزوج من عدنان الذي يكبرها ب11 عاما، مما يتسبب لها في العديد من الكوارث